الناس اللي ما يامنوش بلغه المؤامرات والناس اللي هي تقول باللي من قلنا لهم باللي المخزن هو سبب الجفاف في الجزائر، راه هذه الجزائر راك تشوف فيها وهذه المغرب، هادو النقاط الحمر لكم تشوفوا فيهم، هادو سدود اللي راهي دايرتهم المغرب، هادو سدود اللي هم الفوق الله يسهل عليهم، هادو الامن القومي المغربي، بصح هادو راهم عند الحدود الجزائريه. سمعتوا؟ هادو راهم عند الحدود الجزائريه. شوف داير لك سد هنا، الماء الوديان عندنا في الجزائر قاع نشفوا، الواد تاع الشلف بكري كانوا الوديان عندنا حنايا كان فيهم الماء، راك معايا؟ احنا الوديان ملي بناو هاد السدود المغاربه الوديان عندنا نشفوا. ها هو السد، ها هو السد اللي دايرتها لك المغرب، قاطع عليك الماء. هي المفروض السد باه تبنيه دوله، خاصة لما يكون واد مشترك بين الدولة والدولة أو النهر مشترك بين دولة ودولة، لازم تكون باتفاقية، ماشي تبني سد وحدك من زي راسك وتقطع على الناس الماء الآخر، خاطش هذه مياه مشتركة، هذه ربي دايرها كيما هاك ناكلو مع بعض. شو السد وين راهو؟ ها هو الواد، ها هو راك تشوفيه الواد نشف سيرهم مبلعين عليك، نوريك الواد وين راه رايح. ها هو الواد، ها هو وانت الواد تبعه، سي هذا راه ناشف دروك، تبع حبيبي الواد وين راه رايح، اجيش بنختصر لك بالخف. ها هو تخلي الجزائر الواد، ها شوفي، ها هو الواد، ها الجزائر، ها الواد، شت ها لا تعرف، ها الجزائر، ها المغرب، ها الجزائر، شت يبقى تعرف باللي مؤامرة فعلا. شوفي راه بالله عليك، بالله دار لك سد هنايا، بالله عليك الواد ما خلاش الماء يمشي، باه تعرف هادو كاع سدود راهم باينينهم، هادو الله يسهل عليهم، هادو متابعين لهم. بصح هذا هنا راه واد مشترك بين المغرب والجزائر، المفروض السد باه ديره تكون اتفاقيه بين المغرب والجزائر، خاطر حنا كذلك لازم نحافظوا على امننا القومي في المياه تاع الوديان هذه. كيما مصر، ما راهي دايره، راهي نايضه حيه بينها وبين اثيوبيا على سد النهضه، لا تعرف. هذا هو بس من نهار اللي داروا بناو هذا السدود، قبل ما يديروا هذا السدود كانت المياه عندنا احنا عادي، الوديان كانوا كاع معمرين في الجزائر، الناس اللي زايدين في الستينات وفي الخمسينات راهم عارفين ايش راني نهضر، غير هنا في التسعينات وكانوا عندنا الوديان معمرين. من نهار اللي داروا اصبر شنو لكم كذلك واحد اللقطه. شوف هذه تيغنيف اللي راني ساكن فيها اللي تابعه المعسكر، راك تشوفوا في هذه الاراضي اللي هي متدوره بها، هذه كاع كانت ارض فلاحيه، يعني لو كان الماء راه كاين حاليا راكم تشوفوا فيها هذه خضراء. كي باه نبين لك المعسكر باه مشهوره بالبطاطا، حنا البطاطا بغي لنا في عقلاني في التسعينات ما كناش نشروها، كانوا يقسموها باطل، تاكلها باطل البطاطا. هذاك تشوفوا في الارض كي ولات دروك عندك الجفاف، عندك شوف هذيك الخضار قليل من تسبب بحيره خضراء، تشوفي شوف هذه كاع بسبب الماء اللي قل، كانت كاينه عين هنا كذلك نشفت، هذه من السدود اللي بناوها لك. صيفت مي كانت فرنسا هنا في الجزائر كانت ذلتهم، خاصهم مهلا كان يبني سد، ومن خرجت فرنسا ووقعت المشاكل السياسيه هذا بداو يديروا في السدود ويغلقوا عليك في الماء. شوفوا شو الارض كي ولت، شوف معسكر اللي كانت مشهوره بالفلاحه، شوف هذه كلشي جفاف، هذيك الخضار يعني ما كاش، نادرا وين تصيب حيره. يبقى تعرف هذه من ندرة المياه، معسكر اللي كانت مشهورة بالفلاحة، راك تشوف قدامك الجفاف اللي تشوفيه قدامك. سي خوتي هذه تقريبا كانت آخر الأخبار، كاش حاجة راني